السؤال التالي: ما هو الفرق بين التوحد وطيف التوحد؟ التوحد هو نوع من المرض النفسي الذي يحدث عندما يتعرض الطفل لاضطرابات في الجهاز العصبي خلال أول 3 سنوات في حياته، مما يؤدي إلى صعوبة التواصل مع العالم الخارجي وانطواء الطفل وتأخر نموه وتأخر إدراكه العقلي، ويتخذ ردود فعل غريبة في بعض الأحيان، ويردد كلمة واحدة وتبقى تتكرر أثناء حديثه، كما يتخذ بعض العادات والطقوس أثناء لعبه. من أعراض التوحد: لا يستطيع الطفل المصاب بالتوحد أن يتواصل مع الآخرين، ولا يستطيع أن يقوم بأي تواصل اجتماعي مع المحيطون حوله، ولا يستطيع أن يتواصل مع الآخرين بالنظر إليهم، ولا يلتفت طفل التوحد عندما يناديه أحد باسمه، ولا يعطي أي رد فعل، كما يفضل العزلة وعدم الاختلاط بالآخرين، ولا يستطيع أن يعبر على ما يشعر به أو يريده. يستطيع مريض التوحد أن يتمتم ببعض الكلمات الغير مفهومة، وهو دائم استخدام لفظ معين ويقوم بترديده كثيرا، كما أنه يتحدث بترتيب مختلف للجملة، كما يستخدم ضمائر معكوسة ويحاول تقليد الآخرين من آن إلى آخر، والقيام ببعض السلوكات الغريبة، حيث يقوم طفل التوحد بالكثير من السلوكات العدوانية اتجاه نفسه ومن يقترب منه، عن طريق الضرب والصراخ والتعامل بالعدوانية، ولا يستطيع أن يميز بين الأشياء الآمنة والأشياء الخطيرة. كما يعاني طفل التوحد من فرط الحركة، فلا يستطيع أن يبقى ساكنا أبدا، وعلى الرغم من أنه لا يستطيع أن يتواصل مع الآخرين من خلال الإشارة أو استخدام حركات معينة، إلا أنه دائم القيام بسلوكات حركية معقدة باليدين والرأس والقدمين. مصاب التوحد يركز دائما في نقطة واحدة أمامه طوال الوقت، يتخذ عادات ثابتة لا يستطيع أن يخلفها، مثلا كالشرب في كوب ماء معين واستخدام ألعاب معينة، كما أنه دائم الشك، ويقوم ببعض النشاطات التي تدل على الإصابة بالوسواس القهري، ويصاب بالانفعال والتهيج نتيجة الاقتراب منه أو ملامسته أو ملامسة أي شيء يخصه. ثانياً، طيف التوحد. طيف التوحد هو عبارة عن مجموعة من الاضطرابات التي تصيب الجهاز العصبي للطفل قبل أن يبلغ 3 أعوام، وتتسبب هذه الاضطرابات على مهارات التواصل الاجتماعي والتواصل العاطفي لدى الطفل، حيث يبدأ بالعزلة عن الآخرين، ويظهر عليه بعض السلوكات الغريبة والمزعجة، ولكن ليس بشكل مرضي كالتوحد. على الرغم من ظهور بعض أعراض التوحد، إلا أن الطفل قد يظهر بعض القدرات العقلية والذهنية الجيدة، وفي بعض الأحيان يظهر قدرات عقلية متواضعة، فهو حالة أخف من التوحد أو نوع غير كامل منه. أعراض طيف التوحد: يعاني المصاب بطيف التوحد من عدم القدرة على التواصل مع المجتمع، ويتجه إلى الانعزال والبقاء منفردا، يضطر إلى تكرار الكثير من السلوكيات والأفعال، ويتخذ روتينا يوميا يتقيد به، ولا يستطيع التأقلم مع أي تغير يحدث في هذا الروتين. لا يدرك الخطر الذي يمكن أن يتعرض له، وعندما يغضب يقوم بإيذاء نفسه بالضرب وببعض السلوكيات العنيفة. لا يحب أن يقترب منه أي شخص أو يعانقه، ويعتمد على والديه في كل أمور الحياة، وهو طفل كثير الحركة،
ولا يستطيع التواصل مع الآخرين بالنظر إليهم. الفرق بين التوحد وطيف التوحد: قد تكون الأعراض بين كل الحالتين متشابهتين كثيرا، إلا أنه هناك الكثير من الاختلافات، فلا يمكن تشخيص الطفل بالتوحد إلا إذا كانت لديه كل الأعراض وتكون جميعها متوفرة فيه، وهذا ما يتم وصفه بالتوحد الكامل. ولكن إذا كان الطفل يعاني من بعض الأعراض فقط، أو تكون الأعراض كلها متوفرة فيه ولكن ليس بشكل مرضي، هنا يمكن أن نطلق على الطفل أنه مصاب بطيف التوحد، والذي يمكن علاجه بسهولة خاصة إذا تمت رعاية الطفل والاهتمام به عن طريق زيادة قدرته على الاعتماد على نفسه والاندماج مع الآخرين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، على أمل اللقاء بكم في الفيديو القادم إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.